مستر محمد عطلة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف. بنرحب بيك على موقع كاس نيوز، وحابين حضرتك تقول لنا ازاي او الخطوات اللي تمت بقى سابقا لاستضافة حدث مهم وكبير زي الجولة الآسيوية، وايه الخطوات اللي عملها الاتحاد عشان يقدر يستضيف بطولة زي ديت، وايه بقى البطولات اللي جاية ان شاء الله. طبعا احنا يعني مشاكرين يا هبه على كل استضافتك معايا. نمرة واحد، طبعا احنا يعني مهتمين قوي بالبطولات الدوليه. زي ما انت شفت، انت معانا بقالك الموسم كلها، وده سابع بطوله دوليه احنا استضفناها السنه دي، وان شاء الله من نجاح لنجاح للاتحاد ان شاء الله. الحدث بالنسبه لي بسيط جدا. طبعا احنا يعني نشكر الاتحاد العربي على الثقه بتاعتهم عشان يخلينا نستضيف بطوله بهذا الشكل مع الجماعه الاسيويه، وطبعا البطولات دي. وان شاء الله هنبقى على الخريطه بتاع الايجن تور، يعني للموسم بعد كده، يعني ان شاء الله. هل في استضافة لجولات تانية من الايجنت تور في الفترة اللي ان جاية؟ شاء الله احنا زي ما انا قلت، احنا ماضيين عقد 3 سنين مع الجوله الاسيويه. ان شاء الله يعني هنبقى عندنا البطوله دي السنه الجايه وسنه 24. ان شاء الله يعني دي من اول بطولات هيستضيف مصر. هتتلعب كلها في مدينتي ولا هيبقى في ملاعب تانية؟ بص، انا مش هتكلم على الكلام ده. طبعا كل نادي طبعا ليها حق يقدم عرض عشان يستضيف بطوله. طبعا السنه دي احنا نقينا مدينتي عشان هم طبعا دخلنا معانا كشراكه في البطوله بصراحه، وقدموا تسهيلات ومساعده في البطوله يعني جيده جدا. الملعب على اعلى مستوى في مصر يعني في هذا الوقت، واحنا مبسوطين بالقرار اللي احنا قررنا عشان نخلي مدينتي يستضيف بطوله السنه دي. اهم الاستفاده اللي حققها الاتحاد المصري او الجولف المصري من استضافه البطولات الكبيره اللي زي دي تاني، ايه اللي استفدناه او اللي بيستفيده الاتحاد المصري؟ بص، انا مستفيد حاجتين. اول حاجه لازم اشكر وزاره الشباب والرياضه ووزاره تنشيط السياحه ووزاره السياحه على الشغل اللي هم عملوها معانا في التسهيلات وفي المساعده في البطولات دي. دي سؤالك تاني، سوري معلش. الاستفاده اللي استفدناها من احنا استفدنا حاجتين. احنا استفدنا نمرة واحد، استفدنا ان احنا حطينا مصر على خريطة الجولف عالمية، بمعنى ان دلوقتي احنا عندنا 16 ساعة تلفزيون على